الله وبركاته. معكم عبد الله عمار من ورشتي. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وسبب مشاكل لناس كتير، وهي بوابة الأوبترا. ملخص الموضوع كله هيكون في 6 نقط. أول حاجة وظيفة البوابة، تاني حاجة شكل البوابة وتكوينها، تالت حاجة لخبطة الRPM وأسبابه، رابع حاجة أضرار السوائل على البوابة والأجزاء الإلكترونية اللي فيها، رابع حاجة طرق التنظيف الصحيحة، سادس حاجة فكرة برمجة البوابة ورستارة الكنترول وعمل اكتيفيتي للبوابة من جديد. هنتكلم في النقطة الأولى عن وظيفة البوابة. هي المتحكم الرئيسي لدخول الهواء بعد فلتر الهواء، وكمان هي اللي بتشيل العربية في الأحمال، بمعنى إن هي بتزود نسبة دخول الهواء في إيه؟ أثناء تشغيل التكييف، أو إن أنت تيجي تدي غيار، او اما بتكون العربية باردة عشان العربية ما ترعش وتبطل، عشان تحدد كمية الوقود اللي هينزل او يتخلط بالهواء عشان تعمل بالانس، توازن. وكمان ليها دور كبير في نقلة الغيار، بمعنى اما انت بتيجي تكون على التاني وتزود تيجي عند 2.5. اما في النقطة التانية هنتكلم عن شكل البوابة ومكوناتها. شكلها زي ما احنا شايفين دلوقتي. بتتكون من ايه؟ بتتكون من موتور بيقوم بوظيفة الايدل، ان هو يفتح البوابة، بمعنى اما الموتور بيشتغل بيروح لافف الترس، في كمان تروس بتروح واخدة القدرة دي وتنقلها للصمام ويفتحها بمقدار معين. وهنا بيجي دور السويتش اللي هو اصلا في البوابات القديمة TBS يحسب مقدار الفتحة. اتكونت عندي اشارة، تيجي دور الاسلاك تاخدها وتبعتها للكنترول، يجي من الكنترول اوامر عشان يتحكم في البوابة اثناء الاحمال. ودي مكونات البوابة وده شكلها قدامنا. النقطة الثالثة هنتكلم عن لخبطة الRPM، وان الRPM يقعد يطلع وينزل. اشهر اسباب الموضوع ده ان البوابة بتكون فقدت البرمجة. بسبب ايه؟ بسبب ان انت غسلت البوابة وما رسترتش الكنترول، او ان انت فصلت فيشة من البوابة، او في شوائب واتساخات حوالين الصمام. كل ده بيهنج البوابة. وايه كمان؟ في حالة ان حساس الشكمان هنج، فمش قادر يحسب المقدار الطبيعي او كمية الوقود اللي في العادم عشان يبتدي يعمل بالانس ويعدل القراية بتاع نسبة دخول الهواء. فالكنترول في الحالة دي بيخش في السيف مود، وضع الأمان، والبوابة بتلاقيها عمالة بترعش مش قادرة تحدد الكمية. أو حساس الماب سنسور اللي هو أصلا بيحسب ضغط الفاكيوم في الموتور، في حالة إن هو القرايات بتاعته مش مظبوطة بيبتدي يعمل نفس المشكلة. أو في حالة إن البوجيهات والأسلاك فيها مشكلة أو البوجيهات مرطبة، كل ده بيعمل أحمال على إيه؟ على البوابة. المفروض إن البوابة تعلى عشان العربية ما تبطلش. وده كان جزء بسيط جدا عن موضوع. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ومتابعتنا على الصفحة والجروب الخاص بورشتي لمعرفة آخر عروضنا وأعمالنا. وما تنساش تعمل لايك ومشاركة الفيديو، لأن لسه في ناس كتير لسه بتعاني من المشكلة دي. وأي استفسار أو مشكلة تقدر تسيبها أسفل الفيديو في كومنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.